اهلا بيكم حبايبي منورين قناه بيتو تشانل. معاكم داليا. هنعمل النهارده وصفه جميله جدا جدا. هنعمل احلى بروتين من غير سمك ولا لحمه ولا فراخ كمان. هنعمل النهارده احلى شوربه عدس بطريقه جميله جدا جدا. وزي ما انتم شايفين كده المكونات معايا طماطمتين صغيرين او طماطمايه كبيره، ومعايا شويه جزر وكمان بصلايه وسط. تمام كده. هنبتدي نقطع المكونات دي. ومعايا كمان العدس زي ما انتم شايفين كده، العدس الاصفر غسلاه ومصفياه، ما بيتنقعش، بيتغسل ويتصفى بس. اوكي، هقطع الخضار بتاعي وهنروح على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه. احنا النهارده مش هنحط كل المكونات وهنسلق، لا، هقول لكم هنعمل ايه. في حله على البوتاجاز احط شويه زيت كده كويسين، وهبتدي بقى اول ما الزيت يسخن معايا هبتدي انزل باول حاجه. زي ما انتم شايفين كده الخضار قطعته، هبتدي انزل باول حاجه البصل بتاعي، والتقطيعه بتاعتي مقطعاها وسط. يعني بصوا، يعني ما بتقطعوش صغير قوي، بس انا حبيت اقطعه وسط عشان ما ياخدش وقت في التسويه ويستوي بسرعه. اوكي، هبتدي اشوح البصل بتاعي، هديله تشويحه كده. طبعا احنا كمصريين بنحط دايما الايه العدس عليه الخضار عليه الميه، ونقوم ايه مخلينه كله يتسلق مع بعضه. بعد ما شوحت البصل رحت نازله بالايه بالجزر، هديله برضو تقليبه ويتشوح، وبعد كده هنزل بالطماطم. طبعا انا مجريه ومسرعه الفيديو جدا 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 عشان ما اطولش عليكم. تمام. الوصفه دي هي تعتبر ميكس بين الطريقه التركيه والطريقه المصريه. اللي حطيته دلوقتي حطيت معلقه كبيره توم مفروم. تمام. حطيت التوم مفروم في الاواخر عشان ما يتلسعش مني وما ياخدش درجه حمار زياده عن اللزوم، فخليته في الاخر ياخد التشويحه ويطلع ريحته كده. وبعد كده نزلت بالعدس بتاعي المغسول المتصفي. الطريقه التركيه دايما بيدوا تشويحه كده للخضار قبل ما يتسلق، فبيدي فعلا طعم حلو وبيظهر طعم كل حاجه، وبتبقى الريحه جميله جدا. بعد كده نزلت بالميه، هغطي المقدار بتاعي كله بميه وبالزياده كمان شويه. هبتدي احط التوابل بتاعتي، هحط شويه كمون وهحط شويه ملح صغيرين خالص. وهقول لكم ليه حطيت الملح شويه صغيرين، عشان هحط 2 مرقه خضار. تمام كده. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة صوم الكبير. طبعا ابتدينا نصوم، فطبعا الأكلة كلها بالزيت وكلها صيامي. اللي حابب يعملها فطاري بيحط طبعا سمنة أو زبدة. تمام. حطيت مكعبين المرقة الخضار، وحطيت شوية ملح صغيرين وشوية كمون. تمام كده. هبتدي بقى أغطي، بس هوارب الغطا عشان ما يفرش لما يغلي. وأول ما خد أول غلوة على نار عالية، ابتديت ان انا اهدي النار واخليها على وسط، واخليه المكونات كلها تستوي براحتها. تمام. ما بياخدش وقت نهائي، خصوصا ان انا مقطعاه تقطيعات مش كبيرة قوي. اوكي. هنيجي بقى نعمل العيش بتاعنا، نحمص شوية عيش كده. فأنا جبت العيش البلدي قطعته كده اربع، ومعايا معلقة زيت، معلقة واحدة بس، دهنت كده الصينية وهبتدي أرص فيها العيش، وبالفرشة برضو هدهن كده على الوش. ممكن تلغي الزيت خالص وتدخليه، بس هي بتديله برضو طعم ولمع. حطيته تحت الشواية بس، ولازم تتابعيه تحت الشواية عشان الزيت بيخليه على طول يحمر. دلوقتي ادي العدس بتاعي خلص. بختبره ازاي؟ بجيب كده الجزره وادوس عليها، لقيتها اتقسمت وطريه خلاص كده. هبتدي هعمله في الخلاط لما يبرد خالص، لو انا هعمله في الخلاط. لو مش في الخلاط هتعملي بالهاند بلندر، ممكن وهو سخن. بعد ما ضربته بالهاند بلندر رحنا بقى على البوتاجاز وحله، ونفس الحله حطيت فيها شويه زيت صغيرين ومعلقتين بس، معلقتين بس شعريه، عشان ما يتقلش قوي وما يبقاش حلو وخفيف كده ويبقى شوربه. فبعد ما حمرت الشعريه وخدت اللون الذهبي، نزلت بالعدس بتاعي اللي انا ضربته بالهاند بلندر او بالكبه. تمام. هبتدي بقى اديله تقليبه
وهدوقه لو هو محتاج اي توابل، لو محتاج ملح او كمون اوكي. هو مش محتاج حاجه، انا دقته، انا سبته بس ياخد غلوه زي ما انتم شايفين كده عشان الشعريه، وهبتدي اطفي عليه. وادي العيش بتاعي اتحمص، لازم تتابعيه كويس قوي تحت الشوايه عشان الزيت بيخليه ما ياخدش وقت خالص، فبيحمر على طول بسرعه. فانا طبعا ايه، احمر من الوش قلبته على الظهر وهكذا لحد ما لقيتهم كلهم تمام احمروا بقوا زي الفل. تعالوا نشوف بقى طبق العدس بتاعنا. ادي طبق العدس بتاعنا الجامد السخن. طبعا نسيت اقول لكم ان انتوا ممكن تضيفوا من ضمن الخضار، ممكن تضيفوا البطاطس لو انتوا حابين. طبعا هو بيتضاف له بطاطس لكن انا مش بحب اضيف له بطاطس. تمام. هبتدي بقى احط كده بقى غرفت كده طبق شوربة العدس. لو انت عاوزة تسيبيه على البوتاجاز يغلي كام غلوة كده هيتقل عشان الشعرية، لو انت عاوزة تخليه تقيل ويتغمس بالعيش. لكن لو انت عاوزاه شوربة كده يتشرب او تسقي فيه العيش يبقى خليه كده، ما تطوليش عليه. ولو لقيتيه تقيل ممكن تزوديه مية، بس في حالة المية هتزودي مية مغلية، ما تزودوش مية باردة. تمام. انا قطعت كده بصلة طبعا لزوم العدس، وحطيت كمان العيش بتاعي المقرمش، شايفين الشكل جميل ازاي وريحته تحفة جدا. يعني بصوا يعني بروتين يعني. والوصفة صحية جدا جدا. اهو بصوا تقله حلو، لو عاوزة تخففي عن كده اوكي. زي ما قلت لك حابة تقلي سيبيه شوية بس ايدك فيه عشان ما يشطش وما يلزقش. تمام. ندوق كده مع بعض. طعمه تحفة بجد، طعمه زي العسل. الوصفة بسيطة وسهلة، ما خدتش مني وقت خالص خالص. والعيش طبعا زي ما قلت لكم ممكن تحطوا عليه زيت او تحمصوه كده، هو الزيت بيسرع من ان هو يتحمص بسرعة وبيديله لون ولمعة كويسة. ممكن نقطم كده العيش ونشرب الشوربة، او زي ما انتوا حابين تكسروا العيش في شوربة العدس، مفيش مشكلة. بألف هنا وشفا على اللي يجرب. وإلى اللقاء في وصفات جديدة.